السلام عليكم اهلا اصدقائي. فوالا اليوم غنحاول نشوف واحد التمرين جد مهم في الدوال. عطاونا واحد الداله جي اللي معرفه على مجال واحد حتى بليس انفيني بما يلي جي دو اكس كتساوي جوج اكس ناقص اكس ناقص واحد مضروب في الالين دو اكس موان زا. وعطاوني الجدول ديال التغيرات ديال هاد الجي. اول سؤال قال لك بين ان المعادله جي دو اكس كتساوي زيرو تقبل حلا وحيدا الفا على المجال واحد بليس لانفيني. يعني كنضرب على جدول التغيرات كنلقى واحد بليس لانفيني هنا مي الداله تزايديه على هذا المجال اللي هو واحد حتى او بليس 1 وتناقصيه المجال او بليس 1 حتى بليس لانفيني. هنا خصني نفكر الو خصني نقسمها على جوج مجالين لانها ماشي تزايديه قطعا على هذا المجال كله ولا تناقصيه قطعا على هذا المجال. اذا باش نجاوب على هذا السؤال فوالا كنشوف الصوره ديال المجال واحد حتى او بليس 1 هي المجال اللي هو جوج او بليس 2. علاش؟ لان الدالات متصله وتزايديه قطعا على هذا المجال. اذا هادشي اللي غنكتبوه. اذا الجي موجبه قطعا هنا مي على المجال او بليس 1 حتى بليس لانفيني. كنلاحظوا ان هنايا اشاره موجبه وهنا اشاره سالبه. دونك الحل غيكون تما نطبقوا مبرهن قيم وسيطيه. دونك الجواب على هذا النوع ديال الاسئله ديما لاحظوا له البال كيهتم بصور المجالات اغلب الحالات. اذا عندنا قلنا نلاحظ على من خلال جدول تغيرات الدالة. نلاحظ من خلال جدول تغيرات الجي عندنا الجي أول حاجة متصلة وتزايدية قطعا على ذاك المجال اللي قلناه هو المجال ديالنا واحد او بليس 1. إذا صورة داك المجال اللي هو واحد او بليس 1 فوالا ما هي إلا المجال. لا أنا مفتوح المجال كناخدو لهاد لي بورن الصور اللي عندنا جوج او بليس 2 كيف دايرين هاد لي بورن بجوجهم موجبين. يعني كيلكو سوا اكس ابارتيان المجال واحد او بليس 1 عندنا جي دو اكس ستريكتومون سوبيريور زيرو. دونك الحل ما يكونش هنايا. دونك غيبقى لنا على المجال الثاني اللي هو او بليس 1 حتى بليس لانفيني. فوالا اذا هنا نطبقوا مبرهن قيم وسيطيه كذلك من خلال جدول إشارة جي. عندنا جي متصلة وتناقصية. فوالا وتناقصية قطعا على ذاك المجال اللي هو او بليس 1 حتى بليس لانفيني. دونك راه تناقصية قطعا. أي وكذلك صورة دو جي ديال هذاك المجال او بليس 1 حتى بليس لانفيني ما هي الا مادام تناقصيه كيتبدلوا لي بورن تولي موال لانفيني. هنايا ها هي عندنا موال لانفيني حتى او بليس 2. تري بيان. بما ان هذاك الزيرو كينتمي لنا المجال موال لانفيني حتى او بليس 2 فإنه حسب فوالا مبرهنة القيم الوسيطية غادي يكون عندنا المعادلة جي دو إكس كتساوي زيرو تقبل حلا وحيدا ألفا في المجال ديالي اللي هو او بليس 1 حتى بليس لانفيني. وبالتالي فإن جي دو إكس كتساوي زيرو من خلال الحالتين بجوج تقبل حلا. نحطو الجواب ديالنا ألفا حلا وحيدا على ألفا في المجال ديالنا اللي هو 1 بلس لانفيني اللي معرف عليه الدالة. دونك الجواب ديالنا كيكون على هاد الكيفية ببساطة. الوغ ندوزو الجي الباء. قالك تحقق ان او محصور بين او زائد واحد و او اس 3 زائد واحد. دونك هنا في هذه الحالة توجور حنا غنبقاو في نفس السياق
هذا استنتاج ديال المبرمجة القيم الوسيطية. حنا عندنا الجي ديالنا مالها متصلة وتناقصية فوالا. عندنا جي متصلة وتناقصية قطعا على المجال ديالنا اللي هو او بلس 1 او اس 3 بلس 1. تري بيان. اش عندنا كذلك؟ عندنا الصورة دو جي دو او بلس 1 كم تساوي؟ ديجا من خلال الجدول بلا ما نمشيو نحسبوها بالدالة، ها هي نحسبوها او بلس 2 ديريكتومون، استغلوا جدول التغيرات. كذلك عندنا جي دو او اس 3 زائد 1 غنمشيو نعوضوها في الدالة ديالنا اللي هي هادي. دونك هي جوج عامل فوالا لي اكس غنعوضو ب او اس 3 زائد 1 ناقص اكس موان 1 نعوض هنايا ب او اس 3 بدا اكس ناقص 1. الان كذلك دو اكس موان 1 نعوضو اكس 3 زائد 1 ناقص 1. تو سامبلومون كتساوي جوج او اس 3 زائد جوج موان واحد مشى مع واحد بقات او اس 3. الان كذلك هنا واحد مع واحد مشات بقات او اس 3. طبقوا القواعد ديال الالان تو سامبلومون فوالا. هنا 3 يهبط 3 او اس 3 ديريكت كتساوي هي 2 موان او اس 3. كي ندير هاد لو تيرم نيجاتيف كي ندير هاد لو تيرم بوزيتيف او بلس 2. الوغ عندنا جي دو او بلس 1 مضروب في جي دو او اس 3 زائد 1 انفيريور ستريكتومون زيرو، اي ان هذاك الفا ديالي ما يكون محصور الا بين او بلس 1 او اس 3 فوالا بلس 1. تري بيان اصدقائي. دونك ما عندناش اشكال هنايا. دونك تو سامبلومون كنكون جاوبنا على السؤال ديالنا. جيم بين ان الين دو الفا موان زا كيساوي جوج الفا موان على الفا موان زا. جوج الفا على الفا موان زا. دونك هنا ديريكتومون تخدموا ان بما انه حل ديال جا تعوضوا الفا هنايا، يعني جيدو الفا كيساوي زيرو وتعوضوا الفا بلاصه اكس وغتبان ليكم تو سامبلومون. دونك عندنا السؤال ديالنا اللي هو جي بما ان الفا حلا للمعادله اللي هي جي دو اكس كيساوي زيرو، فإن جي دو ألفا كيساوي زيرو. عوضو ألفا هنا يعني جوج ألفا موان ألفا موان زان إلين عوضوها في الدالة ديالنا ألفا موان زان كيساوي زيرو. خليو هادي هنا وردو الأخرى لهيه. إذا ديريكتومون ألفا موان زان إلين دو ألفا موان زان بحال بحال على اليمين ولا على اليسار نحطوها بحال بحال مع عدد التبديل ديال الإشارة، أي أن إلين دو ألفا موان زان ما هو إلا جوج ألفا قسمو على ألفا موان زان. وألفا راه كيخالف واحد بيان سور لأنه راه محصور بين المجالين اللي هما أو بلس 1 و أو اس 3 زائد 1. ثم ثانيا أدرس إشارات جي دو إكس حسب قيم إكس. دونك حنا درنا واحد البلان بعدا كاينة باش بغينا نبينو أن تقبل حلا واحدا. بيناها نعلم أنه لكل إكس بعدا من المجال اللي هو 1 تال أو بلس 1 ديجا بينا شنو جي دو إكس كبر من زيرو قطعا. يعني هذه اللي بينا بغينا نطبقو مبرمجة قيم وسيطية نشوفو الحل واحد. إذا هذه تهنينا منها. دونك بقى لي جوج مجالات. بقى المجال أكيد اللي هو هنايا كنشوفو هنا ألفا جا هنا، يعني اكيد المجال هنا زيرو، اكيد المجال من او زائد 1 حتى الالفا والمجال من الفا حتى بليس لانفيني. دونك هذه هي اللي غنحاولوا نخدموا تو سامبلومون. دونك على المجال اللي هو او بلس 1 جوسكا الفا اش عندنا؟ بنفس الطريقه نحسبوا الصوره ديال هذا المجال. عندي الداله ديالي جي متصله وتناقصيه قطعا على ذاك المجال اللي هو او بلس 1 فوالا حتى الالفا، اي ان الصوره ديال هذاك المجال اللي عندي او بلس 1 حتى الالفا ما هي الا غنبدلو الترتيب ديالهم. علاش؟ لان عندنا تناقصيه
الجي دو الفا قلنا زيرو، والجي ديال هذا من خلال جدول التغيرات هو او بلس دو. يعني اكيد ان الجي دو اكس لكل اكس ينتمي الى او بلس ان تاع الالفا، عندي جي دو اكس ديالي سوبيريور ايتيغال زيرو. ثم عندنا بقى لنا المجال الاخير اللي هو الفا تال بلس لانفيني، تو سامبلومون جي متصلة وتناقصية، فوالا قطعا على ذاك المجال اللي هو الفا بلس لانفيني، اي ان جي دو الفا بلس لانفيني. كذلك عاوتاني نبدلو لي بورن، هنا تولي موال لانفيني لان لا شفتوها من خلال الجدول الاخر اشاره، وجي دو الفا هو زيرو تو سامبلومون، يعني لكل اكس ينتمي الى المجال الفا بلس لانفيني عندي جي دو اكس ديالي انفيريور تيغال زيرو. فينالمون وبالتالي عندي واحد الترجمه ديال جوج اشياء من خلال هنايا واحد او بلس ان و او بلس ان تاع الالفا ديما لقيناها موجبه، يعني من خلال هنايا جي دو اكس موجبه سي اكس ينتمي الى المجال واحد تاع الالفا بصفه عامه، والجي دو اكس انفيريور تيغال زيرو سي اكس ينتمي الى المجال الفا بلس لانفيني. تو سامبلومون هكا اصدقائي قدرنا نجاوبوا على الاسئله ديال لابارتي 1 بسهوله. الوغ ندوزو للدوزيام بارتي، قال لك لتكون اش الداله معرفه على 1 بلس 1 كما بلس لانفيني كما يلي اش دو اكس كيساوي الالين دو اكس او كاري موان زان على اكس. اول سؤال قال لك تحقق انه لكل اكس من المجال 1 بلس لانفيني اش بريم دو اكس كتساوي جي دو اكس او كاري على اكس او كاري موان اكس الكل او كاري. فوالا اذا حنا في هذه الحاله كيفاش غنخدموا هذه القضيه؟ فوالا وهنا دونك قبل من نجاوبوا على هذا السؤال هنا نكوريجيو هذه، يعني غنبينوا ان اش بريم دو اكس كتساوي جي دو اكس او كاري على اكس او كاري عامل لي اكس او كاري موان زان تو سامبلومون. هذه هي اللي خصنا نبينو. دونك السؤال ديالنا هو هذا، اش بريم دو اكس خصنا نبينوها كتساوي جي دو اكس او كاري على اكس او كاري عامل لي اكس او كاري موان زان، دونك غير مشتقه فقط. اذا غير هي كاينه واحد الطريقه خصنا نتبعوها. الوغ حنا نعطيو اش دو اكس ديالنا هي الالين دو اكس او كاري موان زان على اكس، فوالا. دونك نحطوها قدامنا باش نتذكرو. دونك الجواب ديالنا ديال بارتي 2 واحد الف، حنا شنو عندنا؟ عندنا الداله ديالنا اللي هي الالين دو اكس او كاري موان زان قابله للاشتقاق، فوالا قابله للاشتقاق على المجال اللي عطاونا اللي هو واحد بليس لانفيني. علاش؟ كمركب دالتين. شكون هما الدالتين؟ اللي هما داله حدوديه اكس او كاري موان زان وداله الالين دو اكس. كمركب دالتين هادو قابلتين للاشتقاق على ذاك المجال. تري بيان. بارتي 1 مشات نشوفو اكس باينه حدوديه والداله اكس تمشي لاكس قابله للاشتقاق، فوالا. علاش تنديروا هاد الكتابه؟ حيت هما كيحيدوا 0.25 في الوطني، دونك خصني ضروري نكتبها قابله للاشتقاق على المجال اللي هو واحد بليس لانفيني، و اكس كي داير يخالف زيرو لانه اكبر قطعا من واحد، اي انه كخارج دالتين اش قابله للاشتقاق، فوالا للاشتقاق على المجال لان واحد بليس لانفيني. مزيان، حد هنا ورجع للسطر. يعني كيلكو سوا اكس ابارتيان 1 بليس لانفيني غنمشيو نحسبو اش بريم دو اكس. قلنا اللي في المقام كنحطوه او كاري، ها هو اكس او كاري، كنديرو البريم ديال هادي نضربوه في اكس. الا درنا البريم ديال الالين قلنا اللي بين قوسين في الالين كيهبط المقام، نديرو البريم ديال هادي هو جوج اكس ونضربوه في اكس، ونديرو الموا ونديرو عاوتاني البريم ديال اكس هو واحد ونضربوه في الالين دو اكس او كاري موان زان. دونك جات ساهله.
غنوحدو المقام. دونك هاد جوج إكس هادي تعطيني جوج إكس أو كاري موان إكس أو كاري موان زان مضروب في الالين دو إكس أو كاري موان زان. دونك غير الحساب، وهذا اللي وحدنا به المقام يهبط لتحت. دونك غتجي إكس أو كاري موان زان مضروب في إكس أو كاري. تو سامبلومون شكون هادي؟ لاحظتو معايا لا فورم ديال جي دو إكس هو هذا، عوضتو إكس أو كاري هنا و إكس أو كاري و إكس أو كاري هنا، غتلقاوها هي جي دو إكس أو كاري مقسوم على إكس أو كاري موان زان مضروب في إكس أو كاري. دونك خرجنا الجواب ديالنا كوريكتومون هو هذا. الوغ دا يستنتج ان اش تزايدي على المجال واحد جذر الفا وتناقصي على المجال جذر الفا بليس لانفيني. هنا اصدقائي هذا السؤال كيبقى جد مهم، يقدر يصادفكم هذا العام في الامتحان. نبغيكم تركزوا فيه بكيفيه وبتأني. علاش؟ لان هنا لكل إكس بعدا من المجال اللي هو واحد بليس لانفيني تهنينا بواحد القضية ديال المقام. عندي إكس أو كاغي عامل لي إكس أو كاغي موان سا بوزيتيف ستريكتومون، معندناش مشكل مزيان. إذا انت باش تبرهنوا عليها ساهلة، إكس كبر من واحد إكس أو كاغي كبر من واحد، أي أن إكس موان زا كبر من واحد. إذا إشارة هاد أش بريم تتعلق بإشارة جي دو إكس كاري. وحنا شنو عندنا من خلال التمرين؟ عندنا الإشارة ديال جي دو إكس ماشي جي دو إكس أو كاري. هنا التلميذ غادي يتفلاشا، هنا إكس أو كاري بحال مادام إكس أو كاري تا هو نفس المجال اللي عطاوه لنا في الدالة جي، ها هو واحد بليس لانفيني، تا الدالة ديالنا باقا في المجال اللي هو واحد بليس لانفيني. يعني هذاك جي دو إكس حسب كنديكلاري حسب السؤال جوج البارتي ان. دونك غيكون عندي لكل إكس أو كاري كينتمي ليا المجال اللي هو كينتمي ليا المجال اللي على حسب اللي لقينا حنايا قبل في الجواب. انا نحطوها قدامنا باش تشوفوها. ها هما ها جي دو إكس شتو كبر من زيرو على المجال واحد ألفا. المجال اللي هو واحد حتى الألفا راه عندي جي دو إكس كاري مالها بوزيتيف، أي هنايا أي لكل إكس غندخلو هنا. يعني إكس إلا كان كينتمي نشرحوها، يعني إكس أو كاري غيكون محصور بين واحد و ألفا، أي أن إكس دخلتو الجذر ألفا راه موجب، يكون جذر ألفا وهنا واحد. شنو عندكم جي دو إكس كاري بوزيتيف، بمعنى لكل إكس، حيت حنا كنقلبو على إكس ماشي إكس أو كاري، إكس ينتمي من المجال اللي هو واحد جذر ألفا، عندي أش بريم دو إكس، حيت لقينا جي إكس أو كاري كبر من زيرو، كبر أو تساوي زيرو، أي أن أش مالها تزايدية على المجال ديالنا اللي هو واحد جذر ألفا. تري بيان. دونك إلا بينا هذه بنفس الكيفية غادي نشوفوها بالنسبة للمجال الآخر اللي هو قلنا تناقصي على المجال جذر ألفا بليس لانفيني. عاوتاني اش كتلاحظوا على جي دو إكس صغر من زيرو في المجال ألفا بليس لانفيني، عاوتاني غنطبقوها على إكس أو كاري. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي راه جد مهمة. إذا عاوتاني ولدينا لكل هذيك إكس أو كاري ينتمي إلى المجال حسب السؤال السابق ديال ألفا بليس لانفيني، عندي جي دو إكس كاري مالو انفيريور تيكال زيرو، أي أن إكس ينتمي إلى المجال لكل إكس ينتمي إلى المجال جذر ألفا، حيت إكس راه كما درنا التأطير غيكون كبر من ألفا، إذا إكس أو كاري كبر من ألفا، أي أن إكس كبر من جذر ألفا بليس لانفيني جي دو إكس كاري ديالي انفيريور تيكال زيرو. إذا قلنا إشارة أش بريم تتعلق بهذه الإشارة ديال جي دو إكس أو كاري، ومنه لكل إكس من المجال اللي هو جذر ألفا بلس لانفيني عندي أش بريم دو إكس انفيريور تيكال زيرو، وبالتالي عندي هذيك أش ديالي تناقصية فوالا على المجال جذر ألفا بلس لانفيني. دونك هكا سالينا الجواب ديالنا ببساطة.
الوغ ثانيا قال لك نضع ان اف دو اكس كتساوي اشرون اي دو اكس، حيث ان اي دو اكس هي ليكسبونسيال دو اكس. اول سؤال تحقق ان مجموع التعريف ديال هاد اف ما هي الا 0 بلس لانفيني، و اف دو اكس الا مشينا حسبناها نلقاوها الان دو ليكسبونسيال دو زيكس ناقص واحد على ليكسبونسيال دو اكس. وهذا الداله كتذكير هي اللي خدمت عليها في الفيديوهات السابقين، اذا نقدروا نربطوها مع هذوك الاسئله كذلك، ويولي واحد البروبليم اللي منسجم ومزيان والتلميذ يكون استفاد بزاف ديال الاشياء. اذا باش نشوفوا حنا اول سؤال هذا نتحققوا دي دو اف ديال مركب دالتين، كنطبقوا القاعده وكذلك باش نمشيو نحسبوا هاد اشرون اي دو اكس هي اش ديال اي دو اكس. اذا نجاوبوا على السؤال الف بعدا. ثانيا الف، حنا عندنا قلنا اف عطاوها هي اشرون اي دو اكس مع اي دو اكس هي ليكسبونسيال دو اكس. فوالا. الوغ دي دو اف كتساوي هي دي دو اشرون اي دو اي. شحال كتساوي؟ هي اكس كينتمي لار، ويحقق ان هاد اي دو اكس خصها تكون تنتمي لدي دو اش. تري بيان. ودي دو اش راه معطيه شكون هي؟ كتذكير هي واحد بليس لانفيني، بمعنى ان هذاك اي دو اكس خصو يكون كبر قطعا من واحد، اي ان ليكسبونسيال دو اكس كبر قطعا من واحد. هذا يكافئ ان الا دخلنا الالين يعطي اكس كبر قطعا من زيرو، اي ان دي دو اف ما هي الا المجال زيرو حتى بليس لانفيني. دونك ساهله اصدقائي، طبقوا القاعده. اي اف اف دو اكس فوالا كتساوي، دابا ندوزو نحسبوها اشرون اي دو اكس ما هي الا اش ديال اي دو اكس، و اش راك تعرفوها هي اللي عطاوني في التمرين، هي هذه في مكان اكس نعوضو باي دو اكس. دونك تو سامبلومون عطينا الان دو اي دو اكس فوالا او كاري موان زان فوالا مقسوم على اي دو اكس. تو سامبلومون عوضو اي دو اكس بالاكسبونسيال ديالها تعطيني الان ديال ليكسبو دو اكس الكل او كاري موان زان على ليكسبو دو اكس اللي هي فينالمون اف دو اكس ما هي الا الان ديال ليكسبو دو اكس موان زان على ليكسبونسيال دو اكس. تري بيان. الوغ سالينا مع هذا السؤال مزيان. تبع يا اصدقائي ما بقاش بزاف، حيت بقى لنا واحد السؤال اللي وصلنا له جوج اسئله تري امبورطون بالنسبه للتلميذ، خصو يفهمهم قبل ما يدوز الوطني، حيت يصادفهم يعرف يجاوب عليهم بسهوله. هما ان استنتج رتابه اف، هما قال لك استنتج رتابه اف، حيت الا مشينا حسبنا اف بريم دو اكس تجينا في شكال دونك تجي صعيبه. دونك هذا استنتاج ديال هاد الداله، هاد الخدمه كلها باش نعرف الرتبه دو اف. اذا هذا نوع من انواع التمرين تقدروا تصادفوهم في الوطني. باش نديروها هنا عندنا مركب دالتين، ثم بين ان لكل اكس من مجال 0 بليس لانفيني عندي اف دو اكس صغير او تساوي جذر اكس على اكس موان زان. دونك دوزو السؤال الاول بعد كينا نشوفوه ديال رتابه اف. حنا اش كنعرفوا ان اف دو اكس ما هي الا اشرون اي دو اكس. فوالا. حنا هنا خصنا نعرفوا واحد القضيه، ان الداله ديالنا اي دو اكس تزايديه قطعا على ار، لان ليكسبونونسيال دو اكس تعرفوها، و اش ديجا ديتيرمينيناها في لي زانترفال اللي هما لي دو بورن اللي هما هاد واحد راسين دو الفا، وهنا راسين دو الفا بلس لانفيني. تري بيان. اذا هنا السؤال هنايا يقدروا يوضحوا لكم اكثر، ديتيرمينيو الاستنتاج ديال الرتبه دو اف على كل من المجالين اللي هما 0 الالين دو غاسين دو الفا فوالا، ثم المجال هو المجال اللي هو الين دو غاسين دو الفا بلس لانفيني. هادو اللي يذكروا لكم في السؤال اكثر باش يوضحوا لكم، سينو عدوزو بطريقه اخرى. حنا نخدموا الطريقه ديال مركب دالتين. اذا حنا كنعرفوا ليكسبونونسيال ديالنا. اذا باش ما تدوخوش اصدقائي بزاف فيكم بعدا كيشوف مركب دالتين كيبدا يتخلع وهادي، دونك تبقى القاعده. حنا شنو كنعرفوا الا خدمنا كقاعده
كيقول لك مثلا واحد الداله اللي هي جيرون اف. الا كانت عندك اف معرفه على مجال اللي هو اي، والجي معرفه على مجال اللي هو الجي، وعندك اف دو اي انكلي دون جي ولا كتساويها، كيقول لك ان اف والجي الا كان عندهم نفس الرتابه، اف والجي عندهم نفس الرتابه، يعني تزايديه تزايديه ولا تناقصيه تناقصيه على هاد، يعني هذه تكون تزايد على المجال ديالها اي وهذه على الجي، سي بون. فإن جيرون اف كتكون تزايدية على من؟ على اي، كيف ما بغى يكون الحال هنايا، سي بون. تكون عندهم نفس الرتابة. إذا كانوا مختلفين الرتابة راها كتكون تناقصية، غيكونوا مختلفين الرتابة تكون تناقصية، وهذاك الشيء اللي غنطبقوه. حنا شنو عندنا؟ ليكسبونونسيال ديالنا اي دو اكس كتمشي ليكسبونونسيال دو اكس، هذه تزايدية قطعا على ار وعلى الخصوص المجال ديالنا اللي يعطيونا نهتمو به اللي هو المجال قلنا المجال زيرو تال الان دو جذر الفا. تري بيان اصدقائي، مزيان، دابا متفاهمين على هذه النقطة. ثم هذيك الدالة ديالنا اش اللي كتمشي المجال ديالنا شكون هو؟ الدالة ديالنا اكس، فوالا كتمشي لاش دو اكس كي ندير على المجال اللي هو واحد تال جذر الفا، تزايدية على المجال اللي هو واحد تال جذر الفا. دونك هادي لاحظوها، راه ماشي كنكتب هادشي من دماغي، ها هي انا تزايدية على المجال واحد جذر الفا، ديجا كتكونوا جاوبتوا عليه. و جي و اي دو اي ديال المجال ديالي اي كنحاولوا نحسبوه بالاكسبونونسيال، هو اي ديال المجال اللي هو زيرو الين دو جذر الفا. تري بيان، شحال كيساوي؟ مادام هي تزايدية عليه غيكون هو نطبقوا ليكسبونونسيال، هنا او دو زيرو وهذه غتكون او ديال الين دو جذر الفا. تري بيان، اللي كيساوي او دو زيرو هو واحد، وهذا غيهبط هو جذر الفا اللي كيساوي لنا هو هذاك المجال اللي الدالة ديالي اش تزايدية عليه. تري بيان، من هنا شنو نستنتجو؟ احنا استنتجنا القاعدة عندي تزايدية ومنه الدالة ديالي اف اللي كتساوي اش رون اي تزايدية على المجال اي اللي هو زيرو الين دو جذر الفا. مزيان، نتمنوا اصدقائي تكونوا فهمتوا هذا الجواب. دونك غنوليو نعاودوه بالنسبه للبليس لانفيني باش تزيدوا تستافدوا اكثر. عاوتاني عندنا شنو؟ عندنا الداله ديالي اللي هي او من اكس، ولا الداله ديالي او من اكس ليكسبونسيال اكس كيما دايره تزايديه قطعا، تزايديه باردون على، هي قطعا نورمالمون نديروها تزايديه على المجال اللي هو عندنا الان دو جذر الفا بلس لانفيني، ها الاولى. و الداله اش ديالنا كيفاش دايره؟ اش دو اكس قلنا تناقصيه على المجال ديالنا اللي هو جذر الفا بلس لانفيني. رجعوا للتمرين غتلقاوها. دونك هي هذه. و الا مشينا حسبنا دابا او ديال هاد لانترفال اللي هو اي الان دو جذر الفا تال بليس لانفيني، شنو غنلقاوه؟ هو ليكسبونونسيال دو الان دو جذر الفا. وهنا في البليس لانفيني راه الالان في الليميت ديالها في البليس لانفيني كيمشي ديما بليس لانفيني، دونك ما عندناش مشكل، هذه كتساوي هي جذر الفا بليس لانفيني اللي هي المجال اللي هي اش تزايديه عليه. وبالتالي حسب القاعده لقينا اختلاف الرتبات التزايديه تناقصيه، اذا اف اللي كتساوي اش رون اي تناقصيه على المجال اي ديالي اللي هو الان دو جذر الفا
بلس لانفيني، ثم نوضعو جدول التغيرات نقدرو يطرحوه لنا. دونك غنزيدوه هنا عندي اكس، هنا عندي زيرو، الدالة ديالي معروفة من زيرو، بلس لانفيني. تخي بيان. فوالا. إذن غادي نحاولو أننا هنا عندنا اف ديالي، هنا عندي البورن اللي كيتغير هو الين دو جذر الفا، قلنا من زيرو لهادي تزايدية، ومن هنا لهنا تناقصية، وهنا عندي اشنو؟ عندي الصورة اف دو غاسين دو الفا. تخي بيان. إذن السؤال الأخير عطاونا فيه واحد لا كومباريزون، هو كيفاش نديتيرميني أن اف دو الفا اف دو اكس أصغر من جوج جذر الفا على الفا موان من جا، وهذا هو بيت القصيد. من خلال هذا الجدول بلا ما نحطو لي بورن، حنا عندنا نعلم بما أن اف تقبل قيمة قصوى عند إكس زيرو كيساوي لنا الآلان دو جذر ألفا، فإن لكل إكس ينتمي على المجال، بعدا على المجال كامل اللي عندنا هو زيرو بليس لانفيني، لكل إكس ينتمي إلى زيرو بليس لانفيني، عندي اف دو إكس انفيريور إيتيغال اف دو الان دو جذر ألفا. دونك كلشي معنا غيمشي يحسب غير الان دو جذر ألفا تو سامبلومون مع ها هي اف دو الان دو جذر ألفا، ما هو إلا كنعوضوه في الدالة ديالنا اللي هي الالان ديال ليكسبونونسيال ديال جوج الان دو جذر ألفا تخي بيان موان زان على او ديال الان دو جذر ألفا. كلشي معنا كيعرف أن هادي جوج غتطلع هنا تولي أس اثنان تمشي لألفا، غتبقى الآلان دو ألفا موان زان تو سامبلومون لتحت هنا باينة جذر ألفا. مزيان. ولكن واحد القضية، شكون هاد الآلان دو ألفا موان زان؟ ديجا بيناها في لابارتي نيميرو ان، جوج ألفا على ألفا موان زان. إذن هادي هي اللي غنحاولو نطبقو، هي جوج ألفا مقسومة على ألفا موان زان نضربو في واحد على جذر ألفا، نضربو في المرافق ديال هادي تاع الفوق تعطينا جوج جذر ألفا، ألفا يمشي مع ألفا تبقى ألفا موان زان. فينالمون لكل إكس أبارتيان لانترفال زيرو بليس لانفيني، عندي اف دو إكس ديالي، فوالا اف دو إكس انفيريور إيتيغال هاد العدد اللي هو جوج جذر ألفا على ألفا موان زان، اللي هو الصورة ديال اف دو الين دو جذر ألفا. دونك تخي بيان أصدقائي، نتمنى تكونوا فهمتوا التمرين جد مهم، عاودوه بشوية لكم، اي بون كوراج، ساو شدان.